النهارده هنتكلم عن الخطة وهنعرف ايه هي الخطة بالظبط وازاي نكتب الخطة والشروط الأساسية ال5 شروط لأي خطة عشان أقدر أحقق بيها أي هدف أنا عايزه في حياتي. الحلقة بتاعت النهاردة هي مهمة جدا جدا لأي حد عايز ينجح أو عايز يتطور، علشان أي نجاح في الدنيا محتاج تخطيط، والتخطيط السليم بيخليك تحقق الهدف بتاعك بشكل كامل، وبتقدر تحققه كمان بدرجة أعلى من 100% لما تكون مخطط للهدف بتاعك بشكل سليم. وهو ده مفتاح نجاح أي هدف في الدنيا وهو التخطيط. علشان كده النهارده هنتكلم مع بعض عن الخطة. ما تفوتش الحلقة ديت أبدا، وحضر كوباية شاي والورقة والقلم بتاعتك ويلا بينا نشوف الخطة دي عاملة ازاي. طيب من هنا الخطة والشروط ديت عبارة عن ايه؟ دلوقتي أول حاجة شروط الخطة، أول حاجة لازم يكون الهدف واضح ومحدد. يعني ايه واضح ومحدد؟ يعني مثلا اقول انا عايز اروح رحله لشرم الشيخ، بعكس ما اقول انا عايز اطلع رحله، نفسي اطلع رحله. فبالتالي من هنا لما قلت رحله لشرم الشيخ فانا كده حددت الهدف بتاعي. بعد كده ببتدي من هنا ان انا احدد له وقت، لازم يكون محدد بوقت. انا دلوقتي هروح شرم الشيخ او هطلع الرحله بتاعت شرم الشيخ امتى؟ في اليوم الفلاني او الشهر الفلاني او الوقت الفلاني. فيبقى انا كده حددته بوقت، يبقى انا ربطته بوقت. ساعتها هقدر من هنا ان انا اشتغل على اساسه. قدامي شهر، قدامي شهرين، قدامي 15 يوم، 10 ايام، فانا عرفت ان كل تجهيزاتي انا هعملها في خلال الوقت ده. لكن لو قلت انا عايز اطلع رحله شرم الشيخ بس وما حددتلوش وقت، بكره هيعدي وبعده هيعدي وبعده هيعدي والسنه هتعدي والشهر هيعدي ولسه عايز اروح رحله شرم الشيخ، ما انا ما حددتش انا عايز اروح امتى. لكن لما بربط وقت معين فانا خلاص ببقى بعمل تجهيزاتي وترتيباتي وخطواتي على هذا الاساس وعلى هذا الوقت، عشان لما يجي الوقت ده ساعتها اقدر اقول انا حققت الهدف بتاعي او ما حققتوش. اقدر اقول من هنا ان الوقت دوت كان كافي ان انا احقق الهدف بتاعي او لا. يبقى لازم تاني شرط معايا يبقى محدد بوقت. بعد كده يكون قابل للقياس، قادر ان انا اقيسه. يعني ايه قادر ان انا اقيسه؟ يعني اقول مثلا انا هروح شرم الشيخ كمان 10 ايام وهقعد هناك اسبوع وهرجع اليوم الفلاني. فبالتالي من هنا هقدر اقيس الهدف بتاعي ان انا اقول انا قدامي 10 ايام علشان اسافر. فبالتالي قدرت من هنا اقيس الوقت برقم. فبالتالي هقدر من هنا احدد انا قدامي دلوقتي 10 ايام، طب يومين عدوا فانا فاضل لي 8 ايام وهكذا. فانا هقدر من هنا اقيس الهدف بتاعي. بعد كده لازم يكون واقعي ويمكن تحقيقه. يعني مثلا ما اقولش انا عايز اروح شرم الشيخ الاسبوع الجاي اقضي اسبوع في فندق فخم وانا اصلا ما معيش الا 1000 جنيه. فبالتالي مش هقدر احقق الهدف، مع ان الهدف سهل واقدر من هنا ان انا امشي له. ولو قطعت تيكت هقدر اروح شرم الشيخ، واي حد تاني قدر يحقق الهدف ده ان هو يروح شرم الشيخ ويقعد في الفندق اللي انا عايز اروح اقعد فيه. بس من هنا هو غير واقعي بالنسبه لي، لان انا ما معيش الفلوس اللي تقدر تخليني اروح في خلال اسبوع احقق الهدف ده. لكن من هنا لو قلت ان انا اخر السنه ان شاء الله او على مدار الصيف اللي جاي فاضل له 4-5 شهور وهروح الفندق الفلاني، يبقى انا دلوقتي ما معيش الا 1000 جنيه. فانا الرحله دي هتحتاج مني كام؟ هتحتاج مني وليكن 10000 جنيه. يبقى انا في خلال الفتره دي محتاج على الاقل كل شهر اجمع 3000 جنيه عشان اقدر لما يجي الوقت ده يكون معايا ال 10000 جنيه اللي اقدر اروح بيه الرحله بتاعتي. يبقى كده الهدف اصبح ان هو بقى واقعي اكتر. بعد كده لازم يكون مرتبط بحاجه انت بتعملها او عندك احتياج ليه. لان هنا الهدف ده لو مش مرتبط بحاجه انت بتعملها او ما عندكش احتياج ليه مش هتقدر تحققه، او ممكن تمشي خطوتين 3 ويحصل لك حاجه توقفك فتسيبه وتنفضه، لان كده كده انت مش محتاجه، ما عندكش احتياج ورغبه قويه ان انت تحققه، فهتسيبه في وقت من الاوقات. يبقى لازم يكون مرتبط بحاجه
انا بعملها او عندي احتياج ليه. معنى انا لازم اطلع الرحله دي علشان انا بقالي سنتين شغال ونفسيتي تعبانه وعندي ضغوطات وعندي ضربات وعندي مشاكل وحصل لي ظروف كتير في البيئه المحيطه بيا، وكل مكان بتحرك فيه بيفكرني بطاقه سلبيه وحاجه سلبيه، فانا لازم اروح الرحله دي عشان اغير نفسيتي واقدر ارجع اشتغل واستعيد طاقتي واشتغل وانتج، واقدر من هنا ان انا اكبر واتطور. فاصبح من هنا ان انا بقى عندي احتياج ملح ان انا لازم اعمل عمليه الفصل دي او ان انا اطلع الرحله دي، علشان هيبقى متوقف عليها عمليه تطوري وعملي وطاقتي. طيب لو ما طلعتش هفضل مضغوط، وطالما انا مضغوط ونفسيتي مضغوطه والمحيط اللي حوالين مني مليان طاقه سلبيه، هيفضل من هنا الامر مني يتراجع، هلاقي نفسي بعد كده شخص ما بنتجش، شخص لقيت عندي مشاكل نفسيه محتاج اصلا اروح لدكتور. فبالتالي من هنا يبقى لازم يكون في احتياج لعمليه تحقيق الهدف، علشان فعليا اسعى بكل الطرق ان انا ادور على حلول عشان احقق الهدف بتاعي ده. يبقى توفر كل الشروط دي في هدف، فهتقدر من هنا باذن الله تمشي عليها وتحقق الهدف، حتى لو هتمشي كل يوم خطوه او خطوتين، بس الوقت اللي انت حددته هتلاقي نفسك قدرت ان انت تحقق الهدف. طيب انا حددت وقت معين وجيت وقت ده ما لقيتش نفسي حققت الهدف، يبقى زي ما قلنا لازم يكون قابل للقياس علشان اقدر اقيسه. بمعنى انا قلت كمان 3 شهور هروح، 3 شهور عدت وما رحتش، يبقى من هنا في خلال ال3 شهور انا قلت ان انا هجمع كل يوم 3000 جنيه على ال1000 اللي معايا عشان اجمع 10000 جنيه علشان اروح. طب بعد ال3 شهور هقدر من هنا اقول ايه؟ انا ما رحتش ليه؟ عشان ما معيش الا 5000 جنيه. يبقى ناقص لي 5000 جنيه. يبقى من هنا قدرت ان انا اقيس ايه اللي ناقص لي اكمله عشان اقدر احقق الهدف. طب ال 5000 جنيه دول هقدر اكملهم مثلا في خلال شهر ونص، شهرين، يبقى انا هزود مده الهدف بتاع الشهرين دول لحد ما اقدر اجمع باقي الفلوس عشان اطلع الرحله بتاعتي. يبقى لازم من هنا طالما هو قابل للقياس فهقدر طول ما انا ماشي اقيس هو انا حققت فيه نسبه كام في المية، وفاضل لي كام في المية، انا وصلت فيه لحد فين. طيب انا حققته في ميعاده ولا محتاج مني ان انا اطول الوقت ده علشان ابتدي من هنا لسه ناقص لي حاجات اكملها عشان اقدر احقق الهدف. يبقى بالتالي من هنا طالما اتوفرت فيه الشروط دي فهقدر من هنا ان انا احقق الهدف بتاعي. وزي ما قلنا المثال بتاع الرحله ده، فاحنا لو بصينا ان هنلاقي كل شرط كان ليه اهميه داخل الهدف ده علشان اقدر من هنا احققه واوصل واروح الرحله بتاعتي وارجع بسلام. قيس بقى الشروط دي على الهدف بتاعك ايا كان شكل الهدف اللي انت عايز تحققه، سواء انت عايز تتجوز، سواء انت عايز وظيفه، سواء انت عايز تفتح بيزنس، سواء انت عايز تشتري حاجه معينه، سواء عايز تشتري بيت، سواء اي حاجه انت بتحلم بيها وعايز تحققها، بتبتدي تحطها وتكتبها وتحط الشروط دي عليها، وبتبتدي من هنا توضح لك الرؤيه ايه اللي انت محتاجه وايه المتطلبات اللي انت عايزها علشان تقدر من هنا تمشي وتحقق الحاجه اللي انت بتتمناها. وده كان بشكل مختصر الشروط تحقيق الهدف. وان شاء الله مش هطول عليكم في الحلقه دي، لكن الحلقه الجايه هناخد مثال حقيقي وواقعي ونبتدي نتكلم عليه ازاي نقدر نرسم عليه خطه ونحققه. وهنتكلم على مثال تجاري ان شخص عايز يفتح مشروع وبيبتدي من هنا يفكر ازاي يفتح المشروع، فهنبتدي من هنا نرسم الخطه بتاعتنا ونعمل المشروع لحد ما المشروع يدخل ايرادات وارباح مع بعض على الورق. وساعتها هنعرف ايه هي الخطوات اللي المفروض اعملها عشان اقدر اعمل المشروع بتاعي. وما تنساش الاشتراك ودعمني بلايك وكومنت ايجابي منك لو الحلقه دي عجبتك، وشيرها لاصحابك لو انت شايف ان هي هتفيدهم. وان شاء الله اشوفكم على خير في حلقه جديده، وكل سنه وانتم طيبين. مع السلامه.